القصة بتبدأ من أسطورة قديمة جدا في الأمازون، بتقول إن جوه الغابة كان في شجرة سحرية اسمها دموع القمر. بيقولوا إن بتلة واحدة بس من الوردة بتاعتها تقدر تشفي أي جرح وتمسح أي لعنة. على مر القرون ناس كتير طلعوا يدوروا على الشجرة دي، بس أشهرهم كان محارب إسباني اسمه سام ده كان عايز القوة السحرية دي بأي تمن، وعشان كده هو ورجالته واجهوا غابة الأمازون المرعبة. بس بعد شوية حراس الغابة الحقيقيين لقوه أنقذوا حياته، وأول ما سام خف ووقف على رجليه طلب منهم حاجة اسمها راس السهم، واللي بيعتبر المفتاح عشان يوصل للشجرة السحرية دي. بس الحراس رفضوا طلبه تماما، فسام اتجنن وقام هاجم عليهم. بس الغلطة دي كلفته غالي قوي، لأن سام ورجالته أخدوا لعنة إنهم من النهاردة عمرهم ما هيقدروا يخرجوا بره منطقة نهر الأمازون أبدا. بعدين القصة بترجع بينا للزمن الحاضر، وبنشوف راجل اسمه بيل واقف قدام شوية ناس وعمال يكلمهم عن نفس القصة دي. بيل كان بيشاور لهم على خريطة بتوضح المكان المحتمل للشجرة دي، وبيشرح لهم ازاي لو بس لقوا راس السهم ده هيقدروا يعملوا حملة استكشافية ويدوروا على دموع القمر. بس في الحقيقة الخطبة دي كلها أخته ليلي هي اللي كانت كاتباها، وكانت مستخبية فوق وعمالة تنطق كل كلمة معاه خطوة بخطوة. بعد شوية ليلي فهمت إن أخوها مستحيل يقنع الجمعية إنهم يسلموا راس السهم، فقررت تاخد الموضوع على كتفها وتتصرف بنفسها. ولما بيل بدأ يشتت انتباههم، ليلي اتسحبت في السر جوه ممرات الجمعية، كان معاها خريطة هتوصلها لأوضة الآثار القديمة. بس وهي في السكة خبطت في الأمير بارك افتكرها مجرد مساعدة بتدور على أوضتها، فمشاها وسابها تعدي من غير ما يشك فيها. ليلي دخلت أوضة الآثار على طول وغيرت هدومها ولبست هدوم ولد عشان محدش ياخد باله منها. بعد شوية تدوير لقت الصندوق اللي جواه راس السهم، وأول ما فتحت الصندوق خطفت راس السهم في ثانية. بس في نفس اللحظة دي فجأة عضو من الجمعية دخل وجايب معاه الأمير بارك لنفس الأوضة، واكتشفنا إن بارك كمان كان بيدور على نفس راس السهم ده. وأول ما فتح الصندوق عشان يبصوا فيه لقوا راس السهم اختفى. وفي اللحظة دي عين بارك لمحت ليلي وهي بتحاول تهرب من المكان. الأمير بارك أمر رجالته فورا إنهم يمسكوها، بس ليلي مش من النوع اللي بيستسلم بسهولة أبدا. استخدمت ذكائها وخفتها وبدأت تراوغهم وتوقعهم واحد ورا التاني، بس في الآخر لقت نفسها وش لوش مع بارك نفسه وقدر يوقفها. وفي اللحظة اللي بعدها ليلي وقعت من شباك المكتبة لبره، بس لحسن حظها قدرت تمسك في سلم كان موجود هناك. بس بارك الخبيث فك الحبل اللي كان ماسك السلم، فبقت بتتطوح لبعيد قوي. ساعتها بارك قال لها لو عايزة مساعدة سلميني راس السهم. ليلي من غير ما تنطق ولا كلمة رمت له الصندوق ونطت على طول جوه أوتوبيس. أخوها بيل كان موقفه لها في اللحظة المناسبة بالظبط. بارك فتح الصندوق بسرعة، بس ما كانش فيه راس السهم اصلا جوه. لما شاف كده واحد من اعضاء الجمعيه قعد يعتذر له، بس اول ما بارك عرف مين هي ليلي اتجنن من الغضب وقتلهم كلهم. بعد شويه وقت بنشوف ليلي وبيل وهم بيجهزوا نفسهم عشان يسافروا الامازون. كان هدفهم انهم يلاقوا الشجره السحريه دي دموع القمر. كانوا متاكدين 100% ان الشجره دي هتكون السبب في علاج امراض كتير مميته في العالم. خططوا لرحلتهم كلها وما بقاش ناقصهم غير حاجه واحده بس، كانوا محتاجين قبطان لمركب يقدر يمشيهم جوه نهر الامازون. بعدها الكاميرا بتاخدنا لغابات الامازون نفسها، وبنشوف مركب قديم وشكله خطير عليه شويه سياح انجليز بيستمتعوا بجوله. قبطان المركب ده بقى كان اسمه فرانك، راجل معلم في الضحك على الناس وعمل فلوس من الهوا. باني الشغلانه بتاعته كلها على فكره واحده، ان اي حاجه في الامازون ممكن تقتل الانسان، وبيلعب على خوف الناس ده عشان يسحب منهم فلوس اكتر. كان بيعمل مسرحيات ومقالب عشان السياح يحسوا انهم في مغامره مميته بجد. ده حتى كان دافع فلوس لقبيله محليه هناك عشان يمثلوا معاه ويساعدوه في الكذبه دي. على الناحيه التانيه ليلي وبيل كانوا وصلوا لقريه صغيره على ضفاف الامازون، وهي دي نفس القريه اللي فرانك كان ممشي شغله كله فيها. بس ما كانوش عارفين ان رجاله الامير بارك ماشيين وراهم وبيراقبوهم. المهم يا سيدي ليلي كانت متحمسه جدا للمهمه دي، واول ما وصلت طلعت تجري تدور على قبطان للمركب. عينيها جت على راجل اسمه روي، واللي كان باين انه صاحب اغلب المراكب اللي على الرصيف. في الناحيه التانيه بنشوف روي رايح على طول لفرانك اللي كان لسه راجع بمركبه. روي طلب منه يسدد الديون اللي عليه، بس فرانك ما كانش معاه الفلوس كلها. فقام روي واخد الموتور بتاع مركب فرانك وراح قافل عليه بقفل، وقال له في وشه ان الموتور ده مش هيرجع له غير لما يسدد ديونه كلها. بعد شويه ليلي وبيل اتفرقوا عشان يدوروا على روي، وفي الوقت ده ليلي وصلت قدام مكتب روي، وهناك قابلت فرانك بدل روي. الحكايه وما فيها ان فرانك كان متسحب جوه مكتب روي في السر، وكان هدفه حاجه واحده بس، يسرق المفتاح
المفتاح عشان يرجع موتور مركبه. بس اول ما ليلي دخلت عليه عمل نفسه ان هو روي عشان ما تشكش فيه. ليلي قالت له انها عايزه تروح مكان معين جوه نهر الامازون وانها مستعده تدفع فلوس حلوه قوي في الشغلانه دي. واول ما فرانك سمع سيره الفلوس فتح الباب على طول. ليلي دخلت من غير ما تضيع وقت وفردت الخريطة وبدأت تشرح له هي عايزة تروح فين بالظبط. وفرانك لسه مكمل في دوره ان هو روي وقال لها ان المكان اللي هي عايزة تروحه ده خطر جدا. وبعدين سألها جابت الخريطة دي منين. ليلي حاولت تتهرب من السؤال وقالت له ان دي خريطة قديمة ودقيقة جدا وانها اخر حاجة باقية من ريحة ابوها اللي كان دايما بيحكي لها قصص عن دموع القمر وهي صغيرة. اول ما سمع كده فرانك فضل يضحك واتريق عليها ونصحها تدور على مغامرة تانية أحسن. وفي اللحظة دي عين ليلي وقعت على الصندوق اللي فرانك كان بيحاول يفتحه وفهمت على طول إن فرانك كان بيحاول يسرق المفتاح. بس المفاجأة بقى إنها قامت فاتحة الصندوق بنفسها. الحركة دي عجبت فرانك جدا وقرر إنه يقبل الشغلانة. أخد ليلي وراحوا مطعم عشان يتفقوا على التفاصيل وهم قاعدين بيتجادلوا في السعر. فجأة بيل ظهر ومعاه روي الحقيقي. ليلي فهمت على طول ان فرانك ضحك عليها واستغفلها فودعته وكانت هتمشي. بس وهي ماشية عين فرانك وقعت على راس السهم اللي ليلي كانت لابساه زي السلسلة في رقبتها. اول ما شاف راس السهم اهتمامه زاد بشكل مش طبيعي وبقى عايز يبقى المرشد بتاعها بأي تمن. وعشان كده فضل يقلل في السعر بتاعه ويقنعها انه احسن واحد يقدر يوصلها للمكان ده. بس فجأة ومن غير اي مقدمات دخل المطعم نمر مرعب. اول ما روي شافه استخبى وهو مرعوب لكن فرانك وقف بكل شجاعة قدام ليلي وبيل وفضل يتخانق مع النمر ده خناقة جامدة شوية لحد ما رمى حتة لحمة بره المطعم. فالنمر جري وراها وسابهم. طريقة فرانك في التعامل مع النمر ابهرت ليلي وخلتها تثق فيه وفي نفس اللحظة عينته المرشد بتاعها. بعد شوية وقت فرانك جاب المركب للرصيف عشان ياخدهم. بس المصايب لسه ما خلصتش لان في رجالة محليين شغالين لحساب الامير بارك خطفوا ليلي. في الناحية التانية فرانك وبيل هربوا من رجالة روي وطلعوا بالمركب. ومن حسن الحظ ان ليلي ما خدتش وقت طويل وقدرت بذكاء وسرعة رهيبة وهي بتجري حوالين الرصيف تتخلص من الخاطفين دول وتفلت منهم. واخيرا فرانك وبيل طلعوها على المركب. واول ما التلاتة بدأوا يبعدوا عن المكان وصلت الاخبار لبارك ان ليلي فلتت من ايده. اول ما سمع كده امر رجالته فورا انهم يطلعوا الغواصة لفوق سطح المية. كان عايز يوصل لدموع القمر بأي تمن لانه كان مؤمن ان قوتها ممكن تساعد ألمانيا تكسب الحرب العالمية الاولى. اول حاجة عملها بارك انه فتح النار وبدأ يضرب رصاص على المركب بتاعتهم. ولما لقى الرصاص مش جايب نتيجة ضرب عليهم صاروخ حتة واحدة. كان باين ان استحالة فرانك واللي معاه ينجوا منه. بس في اخر لحظة فرانك بحرفنة شديدة كسر بالمركب بطريقة خلت الصاروخ حتى ما يلمسهمش. وفي نفس الوقت ده مروحة الغواصة اتشبكت في حبل تخين وفي اللحظة اللي بعدها الغواصة كلها اتسحبت واتجرت ناحية الرصيف. الخبطة كانت جامدة جدا لدرجة ان تقريبا كل مراكب روي اتدمرت. ودلوقتي فرانك وليلي وبيل اخيرا في طريقهم بيدوروا على دموع القمر. في السكة بيل كان تعبان ومتبهدل جدا من الحرارة العالية بس ليلي كانت مستمتعة بكل ثانية في الامازون. اي حيوان غريب تشوفه حوالين النهر كان بيطيرها من الفرحة وكانت ماسكة الكاميرا بتاعتها وعمالة تصور فيديوهات على طول. حتى فرانك نفسه بقى جزء من الفيديوهات اللي بتصورها دي. فرانك استغرب الكاميرا وعجبته الفكرة فبدأ هو كمان يشغلها ويتفرج. وفي النص كده بدأ يظهر بينهم كيمياء خفيفة ولطيفة. بس فجأة فكرة طقت في دماغ ليلي قالت لفرانك انه يغير مسار المركب ويمشي في طريق تاني. الطريق ده كان اخطر بكتير بس هيأثر عليهم المسافة جدا. فرانك الفكرة دي ما عجبتهوش نهائي وحاول كتير يقنعها بلاش. بس لما لقاها منشفة دماغها وافق غصب عنه ومشي ورا كلامها. ولما الليل ليل فرانك ركن المركب على جنب عشان الموتور يرتاح شوية. بيل دخل ينام وفرانك وليلي قعدوا على سطح المركب يتكلموا. واحدة واحدة بدأوا يفهموا بعض اكتر. بس فجأة حصل موقف غريب لبيل. بيل لقي نفسه وش لوش مع أنثى النمر اللي اسمها سالي اللي وصلت لحد سطح المركب. بيل من كتر الرعب اتصلب في مكانه وما بقاش قادر يتحرك. بس فرانك بكل هدوء نده على سالي وفي اللحظة اللي بعدها سالي بدأت تلحس في وش بيل. ساعتها بس ليلي اكتشفت ان سالي دي اصلا انثى النمر الاليفة بتاعت فرانك. ولما عرفت كده اتعصبت جدا. حست ان فرانك استغفلها وشوية الثقة اللي كان بدأت تديها له اتكسرت. وفي الناحية التانية بقى بارك غير طريقه. كان ناوي يدور على سام ورجالته الملعونين لانه كان فاكر ان هم اللي هيقدروا يوصلوا للشجرة السحرية دي. وبعد شوية وقت وصلوا للمكان اللي سام ورجالته
كانوا محبوسين فيه من قرون. بارك قرب من جسم سام المتحجر وكب عليه شوية مية من النهر، وفي اللحظة دي طلع تعبانين من جسم سام، واكتشفنا ان التعبانين دول هم جزء من سام نفسه، وسام اتكلم مع بارك من خلالهم وعملوا صفقة مع بعض. بارك هيساعده يلاقي راس السهم، وفي المقابل سام هيوصله لدموع القمر. وبعدين التعبانين دول حلفوا يمين على الصفقة دي، وبارك حرر سام ورجالته من السجن بتاعهم. ونرجع بقى للصبح، فرانك واللي معاه اخيرا وصلوا لمنطقة الطيارات المرعبة جوه نهر الامازون. واول ما دخلوا في المية الخطر دي، فرانك فضل ماسك المركب ومسيطر عليه بالعافية. وبرغم الرعب ده كله، ليلي صممت وعندت انهم يكملوا في نفس الطريق ده. وفي نص السكة المركب كانت هتقع بيهم من منحدر مرعب، قلوبهم وقفت من الخضة والانفاس اتكتمت. بس فرانك لحق المركب في اخر لحظة وقدر يسحبها لغاية ما وصل بيها المية هادية، وساعتها بس ردت فيهم الروح تاني. المهم بعد شوية فرانك وبيل كانوا بيجمعوا خشب عشان الموتور. ساعتها بيل حكى هو ليه جاي في المهمة دي مع ليلي رغم انه مش بتاع مغامرات خالص زيها. السر انه لما ادرك انه شاذ عيلته كلها وقفت ضده ومحدش وقف جنبه غير اخته ليلي، وعشان كده هو مستعد يروح معاها لاخر الدنيا. وفي الوقت ده ليلي اتسحبت في السر ودخلت كابينة فرانك، وهناك لقت حاجة صدمتها. ولما فرانك رجع للمركب، ليلي واجهته وسألته عن الخرايط والورق اللي لقيته جوه الكابينة. حست ان فرانك كمان بيدور على نفس الشجرة. فرانك قال لها ايوه كان زمان من فترة طويلة، واعترف لها ان دي كانت اصلا سبب جيته للامازون، وانه كان بيدور على القوة السحرية دي بس عمره ما عرف يلاقيها. بس فجأة ومن غير اي انذار، القبيلة اللي فرانك كان مأجرها هجمت عليهم، وفضلوا يمثلوا المسرحية دي قدام ليلي وبيل لفترة. وفرانك بقى عامل نفسه المترجم بين ليلي وزعيم القبيلة. بس لما ليلي زودتها في الكلام قوي، الزعيم قرر ينهي المسرحية دي خالص. وبعد شوية ليلي سألت الزعيم عن الرموز اللي محفورة على راس السهم. الزعيم قال لها ان اللي بيدور على دموع القمر لازم يحول المية لحجر ويصلح قلب مكسور. وقال لها كمان ان الوردة المميزة دي مش بتفتح غير في وقت نادر جدا اسمه القمر الباكي، واللي على حسب كلامهم هيحصل كمان يومين بالظبط. الزعيم ضاف كمان انها عشان توصل للشجرة لازم تمشي ورا تعبان بيعض ديله. اول ما سمعت كده ليلي افتكرت انها شافت الرمز ده على الخريطة. مسكت الخريطة بسرعة ولقت الرمز فعلا موجود. ساعتها ليلي حست انها تقدر تاخد مركب وتوصل هناك لوحدها من غير فرانك، فقامت مدياله بقية حسابه وفلوسه عشان تخلص منه. بس في الليلة دي وفي القرية فجأة الملعونين اللي هم الكونكستادور هجموا عليهم. ما كانش ليهم غير هدف واحد، ياخدوا راس السهم. فرانك وبيل وليلي كل واحد فيهم لقي نفسه بيحارب واحد من الكونكستادور دول. بس في وسط العركة واحد منهم خطف راس السهم من رقبة ليلي ووصله لسام. أول ما سام مسك راس السهم طلع يجري، بس فرانك سد عليه الطريق وقامت بينهم خناقة موت عشان حتة الآثار دي. بس في النص سام ضرب فرانك بالسكينة، بس قبل ما فرانك يقع بين الشجر قدر يخطف راس السهم تاني ورماه ليلي. وفي الوقت ده الزعيم أنقذ حياة ليلي وبيل ونزلهم بأمان، وقال لليلي تطلع تجري وتبعد عن عين النهر خالص لأن الكونكستادور دول ما بيقدروش يعدوا النهر أبدا. ليلي طلعت تجري، بس تعابين سام لحقتهم ومسكت فيها. وقبل ما سام يقدر يعمل اي حاجة، الغابة فجأة سحبته هو ورجالته وجرتهم رجعتهم للنهر تاني. ولما الكونكستادور فاقوا واستوعبوا اللي حصل لهم، فهموا انهم عشان يوصلوا الليلي تاني محتاجين مساعدة بارك. ساعتها واحد من زملاء سام بعت النحل بتاعه لبارك عشان يبلغوا بحالتهم واللي حصل لهم. ولما طلع الصبح ليلي شافت فرانك وافتكرته زي الفل وما فيهوش حاجة. بس لما الزعيم وبيل وصلوا عينيهم وقعت على السكينة اللي راشقة في ظهر فرانك. كده ما بقاش قدام فرانك اي حل تاني غير انه يقول الحقيقة، واعترف فعلا انه كان واحد من ضمن رجالة سام. وقبل ما يلحق يشرح اكتر من كده ليلي شدت السكينة من ظهره. بس الصدمة والمفاجأة ان بعد ما شدت السكينة فرانك ما اتأذاش ولا حصل له اي ضرر خالص. بيل اول ما شاف المنظر ده اغمى عليه في ساعتها. المهم بعد شوية ليلي فوقت بيل وودعته وقالت له انها هتكمل بقية الرحلة دي مع فرانك لوحدهم. وفي الناحية التانية نحل الكونكستادور الملعون وصل لغواصة بارك دخلهم جوه، ونحلة منهم وقفت على الخريطة وحددت له مكان راس السهم بالظبط، وحصل بينهم كلام وتواصل كامل خلى رجالة بارك واقفين مذهولين من الصدمة. ونرجع لفرانك وليلي في رحلتهم وهم في السكة. فرانك بدأ يحكي لها عن 400 سنة اللي فاتوا من حياته. فرانك قال لها انه كان اقرب صاحب لسام، وعشان كده جه معاه الامازون يدوروا على دموع القمر لان سام كان عايز ينقذ بنته اللي كانت بتموت. فرانك هو اللي كان بيرسم له الخرايط، وخريطة النهر اللي ليلي بتستخدمها دي فرانك هو اللي رسمها بايده. فرانك دخل مع سام في اعماق الغابة عشان يلاقوا الوردة السحرية،
بس لما شاف اللي سام كان ناوي يعمله في القبيلة اللي أنقذت حياتهم فهم إنه مستحيل يكون جزء من القرف ده. فرانك منع سام إنه يقتل بنت الزعيم، وفي الوقت ده البنت هربت براس السهم، والزعيم وهو بياخد آخر أنفاسه لعن سام ورجالته كلهم. ومرت السنين وفرانك وسام كانوا بيخبطوا في بعض كتير، ولحد ما في يوم فرانك قدر يحبس سام ورجالته جوه كهف، وما كانش الغابة تقدر ترجعهم للنهر من هناك. وعلى مدار 300 سنة الغابة شوهت أجسامهم وكسرتهم وحولتهم لوحوش مرعبة بالبطيء. ليلي كانت بتسمع كل ده بتركيز شديد، وبعدين سألت فرانك هو قضى 300 سنة اللي فاتوا دول ازاي؟ فرانك قال لها ان هو اللي بنى المدينة اللي هي قابلته فيها دي. في السنين دي كلها عمل صحاب كتير وخسرهم برضه، وبعدين بدأوا يدوروا على دموع القمر. بنى مركب ولف النهر حتة حتة بس ملقاش أي حاجة، وفي الآخر يئس وساب التدوير واشتغل مرشد سياحي. وفي حياته الطويلة قوي دي ربى قطط كبيرة كتير. وفي الوقت ده الأمير بارك بغواصته وقدر يوصل لبيل، مسكه خلاه أسير عنده وأجبره إنه يقول مكان دموع القمر. بيل غصب عنه شاور له على المكان في الخريطة، وفي اللحظة دي بارك قتل النحل بتاع الكونكستادور عشان ما يوصلوش الأخبار لسام. وهنا فرانك وليلي كانوا هما كمان في طريقهم لنفس المكان، وفي السكة فرانك قال لليلي هيعمل إيه لما يلاقي وردة دموع القمر. قال لها انه هيبقى قدامه طريقين وهو هيختار الطريق اللي في الاخر هيديله السلام والراحة. وصلوا لحتة في النهر ما فيهاش اي طريق يكملوا منه. ليلي حست ان يمكن هو ده المكان اللي مقصود في راس السهم، المكان اللي المية فيه بتتحول لحجر. فرانك نط في المية ونزل لتحت، وهناك لقي أوضة أثرية قديمة فيها دراع. بس لما رجع قال ليلي انها لازم تنزل بنفسها تفتح الدراع ده لان هو حجمه كبير ومش هيعرف يدخل المكان ده. اول ما ليلي سمعت كده اترعبت لانها ما بتعرفش تعوم اصلا، بس فرانك اقنعها في الاخر ان مفيش قدامهم اي حل تاني، ونزلوا هما الاتنين مع بعض تحت المية. اول ما ليلي دخلت الاوضة شدت الدراع، بس بمجرد ما شدته الباب اتقفل. ليلي اتجننت من الرعب وبدأت تفرهد، ففرانك بسها عشان يديها شوية هوا تتنفس بيهم. وبعدين ليلي قدرت بأي طريقة تشد الدراع الأثري ده للآخر وتنزله لتحت. وفي نفس اللحظة دي صرب أسماك بيرانا هجم على فرانك، والمية بدأت تتسحب وتفضى من المكان واحدة واحدة، بس لحد ما المية تخلص خالص. ليلي مفيش قدامها طريق تخرج منه، ولما فرانك أخيرا عرف يوصلها افتكر إن ليلي غرقت. بس في اللحظة اللي بعدها ليلي فتحت عينيها وقامت ضربة بالقلم عشان سابها لوحدها هناك في الموقف ده. المهم وهم بيغيروا هدومهم اكتشفوا إنهم أخيرا لقوا المكان الحقيقي للشجرة، بس فجأة ظهرت مصيبة جديدة قدامهم. أول ما بقية المية اتسحبت لمحوا بارك واقف هناك ومعاه بيل واخده رهينة. والموضوع بقى أسوأ وأسوأ لما طلعت في نحلة من بتوع الكونكستادور كانت ماشية وراهم في السر، ورجعت بلغت الكونكستادور الملعون بالمكان هم كمان. ساعتها بارك قام خاطف راس السهم من ليلي وأجبر فرانك إنه ياخدهم كلهم على المركب بتاعه ويدخل بيهم الكهف اللي فيه الشجرة السحرية دي. بس أول ما وصلوا للشجرة لقوها كأنها ميتة من قرون. بارك أمر ليلي إنها تخلي الشجرة تطلع الورد بتاعها لأن ناس قليلة جدا اللي تعرف إزاي ده بيحصل، بس ليلي رفضت. فهنا فرانك قال إن هو اللي هيعمل كده، بس في المقابل ياخد بتلة واحدة بس من الوردة. بارك وافق على الكلام ده، بس فضل ماسك بيه الرهينة معاه. فرانك أخد راس السهم من بارك وفضل يدور على طريقة عشان يفتح الطريق، ولما معرفش ينجح بسرعة بارك أجبر ليلي كمان إنها تساعده، وهما الاتنين بدأوا يحلوا اللغز ده مع بعض. وساعتها عرفوا ان راس السهم ما كانش راس سهم اصلا، ده طلع في الحقيقة قلب، وعلى حسب الرموز كسروا القلب ده وطلعوا من جواه حتة سحرية وحطوا الحتة دي على جزء من الحجر وحطوا القلب الموصول الناحية التانية. واول ما عملوا كده القوة السحرية بتاعة الشجرة بدأت تظهر، وتحت نور القمر الشجرة بدأت تفتح واحدة واحدة، وفي لحظات بقت كلها مليانة ورد. بس بمجرد ما الشجرة فتحت وردها ليلي قامت ضربة فرانك بالنار، الرصاصة جت فيه وفرانك وقع في أعماق الكهف. بارك في ساعتها أمر رجالته يقطفوا كل البتلات قبل ما فترة القمر الباكي تخلص. وفي الوقت ده فرانك قدر ينقذ بيل من رجالة بارك، وبمساعدة سالي قدروا هما الاتنين يسيطروا على المركب تاني. وليلي اتسلقت الشجرة عشان تجيب بتلة واحدة، بس عشان تقطفها قبل ما القمر الباكي يخلص كان لازم تجري بسرعة الصاروخ. وأخيرا قدرت تقطف بتلة واحدة من دموع القمر، بس في اللحظة دي وقعت من على الشجرة ولقت قدامها الأمير بارك واقف مستنيها تحت، وبدأ يهدد ليلي تاني وقال لها سلمين البتلة دي حالا وإلا محدش هينقذك انت واخوكي. بس فجأة الشجرة كلها بدأت تنهار وتتكسر، وعشان تنقذ حياتها ليلي سابت البتلة تقع ومسكت في بارك، ومن الناحية التانية فرانك مسك البتلة وهي بتقع
بس الحكاية لسه ما خلصتش هنا. الكونكستادور الملعونين وصلوا للشجرة هم كمان وقاموا قاتلين بارك، وبعدين طلعوا يجروا ورا ليلي، بس فرانك طلع لهم البتلة عشان يشد انتباههم ليه وخلاهم يجروا وراه هو. فرانك ساب بيل في مكان امان وامر سالي انها تفضل معاه عشان تحميه هو وليلي. ليلي نزلت من الشجرة وراحت لاخوها، وهما الاتنين شافوا فرانك وهو واخد المركب بتاعه ورايح بيها على طول ناحية النصب التذكاري الاثري. الكونكستادور فضلوا يضربوا في فرانك عشان ياخدوا البتلة، بس فرانك وقف راجل لراجل وحاربهم واحد واحد وفضل يصد فيهم، وفي الاخر خالص لقي نفسه بيواجه سام طلب منه البتلة مرة تانية، بس ساعتها اكتشفوا ان البتلة الحقيقية اصلا كانت مع بيل عشان يديها ليلي. وفي اللحظة اللي بعدها المركب خبطت بكل قوتها في النصب الاثري ده، وبسبب الخبطة دي المية بتاعت النهر بطلت تدخل جوه الكهف، وفي ثانية الغابة قفشت في الكونكستادور، ولأنهم ما بقوش قادرين يوصلوا للنهر تاني الغابة حولت فرانك وكل الكونكستادور لحجارة مرة تانية. بعد شوية ليلي وصلت للمكان وقررت انها تدي البتلة لفرانك عشان تكسر اللعنة بتاعته، وبالقرار ده هي ضحت بحلمها في انها تساعد البشرية. بس المفاجأة بقى ان ما حصلش اي حاجة خالص. ليلي وبيل مشيوا من المكان وهم مكسورين ومضطرين، وسابوا سالي قاعدة مستنية صاحبها، وفجأة ليلي سمعت صوت زئير سالي عالي جدا، لفت تبص وراها واتصدمت من اللي شافته. فرانك رجع للحياة تاني، ليلي طارت عليه ورمت نفسها في حضنه، وساعتها شافوا ان الشجرة السحرية سابت لهم بتلة تانية عشانهم. وبعد شوية وقت الكل رجع للمدينة تاني، ودلوقتي فرانك ودع روي وساب غابات الأمازون وطلع في طريقه لندن. وفي المشهد الأخير بنشوف البطل والبطلة بتوعنا ماشيين في شوارع لندن، هما الاتنين طايرين من الفرحة ومبسوطين على الآخر، والمفاجأة انهم ماشيين ومخليين النمر بتاعهم كحيوان أليف معاهم. وبتخلص القصة بتاعتنا لحد هنا، لكن أفلامنا وقصصنا ومسلسلاتنا لسه ما خلصتش. ملاحظاتكم قيمة جدا بالنسبة لي، ولو عايزين تشوفوا قصص وأفلام مؤثرة زي دي اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان القصة اللي بعد كده توصل على شاشة موبايلاتكم على طول. شكرا للجميع.